بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة تاع مقارونة سهلة. تبعوا معايا المقادير. عندي كمية تاع مقارونة، انا هنا راح ندير نص كيلو تاع مقارون. نتوما على حسب كل واحد على حسب عدد الافراد تاع العائلة تاعو. انا اخترت النوع هذا تاع المقارون، كل واحد كما تحبوا، هنايا الاختيار يرجع لكم. عندي حبه تاع طماطم كبيره رحيتها مليح، راس فلفل حلو قطعته مكعبات صغار، وراس فلفل حار تاني قطعته كيف كيف وتقدروا تستغنوا عليه. عندي 4 فصوص ثوم. عندي راس بصله، انا درت البصله هذيك الطويله الخضراء، وكميه تاع مرقاز على حسب الافراد تاع العائله وعلى حسب الكميه تاع المقارونه اللي رايحين تستعملوها. هنا درت مغرف تاع زيت الزيتون، تقدروا ديروا زيت عادي. نحط معاه الفلفل والثوم، هادو كامل راح نقليهم. نزيد معاهم الكميه تاع البصل، هاد المقادير هادي تاع نص كيلو تاع مقارونه. المرقاز نخليه راح نديرو وحده، راح نقليه وحده. على بالكم بلي المرقاز فيه نسبه تاع الدهون، لازم ديروه وحده، تقليوه وحده باه نتخلصوا من الكميه تاع الدهون هذيك، نحتفظوا غير بحاجه قليله اللي نحتاجوها في الوصفه تاعنا. نديهم باه نقليهم على النار ونزيد لهم التوابل اللازمين. ما نكتروش بزاف التوابل، على بالنا بلي المرقاز اصلا متبل والتوابل تاعو ملاح ويمدبلنا في الماكله. ما نكتروش بزاف. هنا عندي مغرف صغيره تاع الملح، نزيد لها على راس المغرف فلفل اسود، ما تكتروش بزاف منه. ونزيد الكميه تاع الطماطم، انا قلت لكم درت حبه كبيره تاع طماطم. زدت معاها حوالي نص مغرف تاع طماطم تاع المصبره، خليهم يتقلاو مع بعضهم مليح. نقلي المرقاز، نتقبو بالفرشيطه باه يخرج السوائل تاعو كامل والدهون اللي فيه. ما تقليوهش بزاف، انا ما قليتوش، جوست قلبتو هكا ونحيتو يكمل الطياب تاعو مع لاصوص. هذه انا الكميه تاع الدهون اللي خرجت لي، ما خرجت ليش الكميه بزاف. نتوما لا خرجت لكم الكميه بزاف ما تحطوهاش كامل، حطوا حوالي مغرف كبيره منها، والاخر ما تحطوهش. زدت لها كاس تاع ماء، ما تحطولهاش الماء بزاف. كنت قطعت المرقاز قطع صغيره ورميته في لاصوص. هذه القدره راح نطيب فيها المقارون، درت فيها كميه تاع الماء، مغرف كبيره تاع زيت وزوج مغارف تاع ملح. كي غلات رميت فيها المقارونه. هنا شوفوا الكميه تاع لاصوص، ما تخليوش الكميه تاع لاصوص تكون كبيره. المقارونه ما طيبوهاش بزاف، ديروها نص طياب الدنتي. معناتها كي تاكلوها تلقاوها مازالت شويه حاكمه روحها، باه من بعد كي تطيب ما طيبش بزاف، الشكل تاعها يروح تولي معجنه. هنا انا رميتها مباشره من الماء طول لاصوص. هزيت معها نسبه تاع الماء تاعها اللي طابت فيه. نتوما الا كان نشفتوها الساع نحيو قيس نص كاس تاع الماء تاعها وزيدوه مع لاصوص باه تطيب فيه. هنا قلبوها بشويه من تحت للفوق تدخل لاصوص فيها مليح. وصفه سهله ما فيها حتى يعني ما فيهاش التعب تاع اخر دقيقه. انا بقيت نقلب فيها حتى حسيت بلي لاصوص دخلت فيها كامل. خليتها واحد 10 دقائق، غلات شويه، طفيت عليها ما خليتهاش طيب، وخليتها كي قفلت عليها خليتها تاني 10 دقائق وربوزات، ومن بعد سربيتها. شوفوا كيفاش الشكل تاعها تجي حاكمه روحها، تجي الحبه تاع المقارون تجي الشكل تاعها مليح، ما مكسره ما مفتفته، جات هايله. البنه ما نحكي لكمش، جربوها راح تشوفوا البنه تاعها زيماه. ما داتليش الوقت بزاف، في دقيقه وجدت. وصفه تاع قلت لكم تاع اخر دقيقه.
نتمنى في الاخر انكم تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باه يوصلكم جديد، تبارطاجيو في مواقع التواصل الاجتماعي مع احبابكم اصدقائكم باه تعم الفائده. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير في وصفات ان شاء الله عن قريب تكون جديده ومبتكره، والسلام عليكم.